يا مساء الفل والسعادة عليكم وعلى كل مشاهدين فري تايم. أم كلثوم بتقول شاغلني وانت بعيد عني، شاغلني وانت قصاد مني. طب ده الكلام ده في الحب. طب والجواز؟ في ناس بتشتاق لبعض بعد الجواز وفي ناس لأ، وانت وحظك بقى، يا تشتاق يا تجري وتقول يا فكيك. المهم يعني مش هطول عليكم، احنا حبينا ندخل في حتة اجتماعية كده ونعمل مسابقة اسمها ألذ كابل. يعني ايه؟ نشوف كده انت لو قاعد قدام الفيسبوك وقلت انا في علاقه جامده جدا واحنا فعلا ألذ كابل، قدم في المسابقه زي الكابل الامارات اللي قدموا معانا النهارده وقالوا ان هم هيكسبوا في ألذ كابل. عاملين ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا يا استاذ محمد ومريم امبراطوريه مين؟ عاملين ايه بقى؟ الحمد لله يا استاذ. اخبار الجواز معاكم ايه؟ الجواز 100 100 الحمد لله. شايفين ان انتوا ألذ كابل؟ الحمد لله. يعني واثقين ان احنا هنكسب؟ هنكسب مش احنا كان في معانا كابل فطاحل في الحلقات اللي فاتت، هنكسحهم. واثقه من نفسها. لا ما تهزرش. بدأ يجيب ورا دلوقتي، فبدأ يجيب ورا. نطلع فاصل ونرجع تاني. جاب ورا. جاب ورا. نعدي له الحلقه. انت هتتجوز تاني؟ لا. طب مالك؟ نعم. المحامي بس هيدخل لك في حاجه في العقد بس ماشي اتفضل. افتكروا كل حاجه الفجر. الفجر؟ امضاءات الفجر وعقود الفجر، كل حاجه بيفتكروها الفجر. انا اسف جدا بس العقود دي لازم تتوثق في الشهر العقاري يعني، ولازم اوديها الصبح. تفتكروا الحاجه الفجر دي؟ معلش علشان انا يعني لسه مخلص العقد دلوقتي. لا هتتجوز تاني؟ هتتجوز تاني؟ اديني اقرا، اديني فرصه اقرا بقى. طب باصص لي ليه؟ هقرا انا هجري. لا لا انت لو مت هتجوز مكاني. انا هتجوز. استاذ محمد ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ مين يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. ايه ده انت مش فاكرني؟ ما خدش بالي من حضرتك. انا قلبت عليك الدنيا. انت غيرت رقمك؟ رقم ايه يا استاذ؟ اللي اخره 37. انا رقم ده انا نزلت لك الطلبيه. تربيتي يا باشا. راجل عيب فيه ايه؟ مش 1000 جنيه يعني اللي مش 1000 مهمك جنيه. يعني اللي هم اللي 1000 جنيه يا هيخسرونا استاذ. بعض. 1000 جنيه. ايه اللي 1000 جنيه؟ بقيت اتعابي. اتعاب ايه؟ ايه ما ده قلتش استاذ حضرتك محمد قبل كده. موكل عندك؟ طبعا. معقوله؟ ايوه. انت بتعمل قواضي؟ ما قلتوش قبل كده على فكره. مين انت يا استاذ؟ ايه عملت له ايه يا محكمة استاذ؟ الأسرة لما لا كنا ما- بنخلص المشكلة أسرة؟ بتاعت المدام. محكمة ما الأسرة؟ قلتش ايه ده؟ حضرتك انتوا قبل كده. رحتوا المحكمة؟ هو طلقني؟ طلق مين؟ هو انت المدام بتاعتي ايه طلقتني؟ يا باشا؟ دي المدام؟ اه. لا ده كده أعتقد في انا ما سوء شفتش تفاهم. حضرتك. لا ما شفتش حضرتك قبل كده. مش المدام. ومش محمد. دي حضرتك المدام. خلصتي طيب؟ انا مدام طب مين؟ معلش أنا آسف. اترزع بس هنا كده كده. تمام؟ اترزع بس. مدام مين؟ إيه؟ الايك بتاعي حاجة. حضرتك. معلش. اتفضل اتفضل يا معرفش. استاذ. معلش أنا آسف جدا. ما أعرفوش. انت عبيط؟ هو انت من الطلبية؟ حافظ وشك. ما اعرفوش. مش عارف ان انت بالطلبيه صح؟ انا ما اعرفوش. هو انتوا من شمع الطلبية ظهر اصلا؟ ايده؟ انت من الطلبية؟ انا؟ اه. لا انا من عادي بس كنت ساكن في الطلبيه الاول. ايه يعني كنا من الطلبية بس اصلا انا ما يعني؟ اعرفوش يا باشا. شمع ظهر ايده؟ انا ما اعرفوش. والله؟ اه والله. والله بقول لك ما اعرفوش. طب وايه محكمة يا الأسرة؟ انتوا كان عندكم مشكلة يعني قبل لا كده؟ وانت سبحان عارفين ان انا الله. اخونك؟ انتوا متجوزين بقالكم اه. قد ايه؟ هتجوز عليكي؟ هو هيكذب؟ ايه اللي اه؟ هو ايه اللي انت عارفين عبيط؟ ان انا هتجوز عليكي؟ اه. ايه اللي اه؟ الا انت لما تبرس. انت مالك في انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. طب اقعد بقى. اقعد احنا لما قاعدين اروح. اهو. طب اقعد. انت مالك متحولتي ليه كده؟ انا اللي بتحول؟ هو في ايه طيب؟ طب ماشي خلاص حقك عليا. لما نروح نتكلم في البيت. هو انتوا متجوزين بقالكم كام سنة؟ سنتين. سنتين. يعني حصل خلاف مثلا رحتوا فيه المحكمة او امتى حاجة بقى؟ بعد شهر؟ لا انا ما اعرفوش يا استاذ. وايه كمان؟ يا حبيبي. طب عندك قرايب مثلا حبيتها بنفس أقربها الاسم كمان. او حاجة؟ خلاها مش شبه 40 يا استاذ. 40 عندك في قرايب نفس من نفس السكن صح؟ انت شايفة شمع إيه؟ ظهر ايده. انت شايفه ايه يعني؟ مش شايفه. ماشي انت مالك؟ اصلا مش شايفاك. ما هو بناقص الكلام ده عشان عيب. لا مش عيب، ما بقاش في عيب خلاص. ازاي يعني؟ يا جماعه طب يمكن انت أنا عندك ما قريب طب أعرفوش. تاني بنفس الاسم أنا ما مثلا أعرفوش. جارك، ماشي. يعني مثلا انتوا كعيله ساكنين في انا ما المكان. شفتوش قبل كده. عندك قريبك مثلا عمك ابن خالك اسمه نفس الاسم؟ في تشابه اسماء كتير حضرتك يا طب فندم. اكتب بقى خلاص والسكن؟ بقى اكتب بقى. خلاص بقى صوتك ما يعلاش. يا اما براحتي يا عم، انت ما مالك يا عم؟ تعليش صوتك. يعني ايه يعمل ايه ما تعليش صوتي؟ صوتك. والله اه هضحك حاضر. لما نروح البيت. اخاف بقى واتخض واضحك بقى ماشي. واقول يا ماما ما تتكلميش الحقيقة. مريم كتير. هو انت كمان من الطلبيه؟ من الطلبيه؟ لا. طب ايه؟ في ايه؟ امم انت عارف ان انا اخونك؟ لا هو انت تخونها، انت كان عندك يعني هو مش خيانه، انت كان ده عندك مشكله اسره مشكله يا في حبيبي. محكمة انت مش الأسرة. بتصرف على عيال ولا ايه؟ وانا بصرف عليك انت. والله والله. امضي على ورقتين مش ورقة واحدة. اهو اتفضل. اديتي على اول يا ورقة ربي. الثانية دي. طيب ماشي. مالك؟ طبعا انا عايز امشي. مفيش يا حبيبتي. مالك يا حبيبي؟ مفيش يا حبيبتي. اتفضل ادينا قاعدين. قاعدين. ماشي اتفضل. طب اقرا بتوديني اتفضلي. على ايه؟ هو هيعضك؟ في ايه مالك؟
انا اللي مالي؟ ما انا ببص لك اهو. اتفضل. خلاص. ايه ده يا حبيبتي؟ هربت العرق ليه؟ مالك؟ بتزعقي لي كده؟ ما بزعقش. ما تزعقيش. طيب عايزك لحظه بس على نعم يا استاذ. لحظه بس. هتشبه عليه تاني؟ لا نعم هقول يا حاجة بس. استاذ. نعم. هتقول له حاجه قولها عايزك كلمه على قدامي. انفراد. انت مش تعرفني؟ هقعد، ما تخافش. خلاص. انت مالك انت؟ انت تعرفني يا استاذ؟ وطلقت ايه السؤال لا انا ما أستاذ. قلتلكش ايه؟ طلقت وما طلقتش. ولا في ايه يا استاذ؟ أنا ما أستاذ قلتش فؤاد. دي المدام. طلاق. استاذ فؤاد حضرتك تعرفه؟ دي المدام. اعرفه اه اعرفه يعني. اعرفه. موكلك؟ بقول لك دي احكي بقى المدام. القصة. لا مفيش. استنى. ما تتكلميش بايدك عشان عيب. انت هتعبط؟ بقول لك ايه اللي عبط؟ هتعبط؟ انا ما اعرفوش والله؟ وما اعرفوش. استاذ المفروض فؤاد هو هنتكلم. موكل عندك؟ لا هو هيبعت لي الحاجه على فودافون كاش. ما اعرفوش. والله؟ فودافون كاش ايه يا باشا؟ فودافون كاش ايه يا باشا؟ يعني انا طلعت فودافون كاش يعني ايه؟ انا طلعت من تبديد منقولات تبدد عليا انت في تبديد أتعابي. منقولات؟ منقولات ايه يا باشا؟ دي بقول لك المدام. مدام ايه بس مدام ايه؟ ايه بس مش انت؟ دي المدام. وايه كمان؟ مش والله دي انت احكي لي المدام بقى أصلاً. مين بقى المدام الجميله دي؟ خليه بقى هو يقول لحضرتك. والله؟ والله يا باشا انت ازاي مدام يعني؟ مين؟ مدام ايه؟ ومش هسيب ايدك دي الألف جنيه. مدام مين يا عم؟ وتكلموا بقى. لا مستعبط، انت عبيط ولا ايه؟ ايه؟ اتفضل. انا ما اعرفوش. خلق لا في شبه الجيب يا حبيبي، 40. اتفضل. والله؟ تبديد منقولات والله. ايه؟ وانت عندك مالك في تبديد ايه؟ منقولات؟ انا ما اتجوزتش قبل كده. دي مراتي. طب وانتوا في عقد الجواز بتاعكم كتبت ان لم يسبق عقد لك جواز زواج؟ محن، عقد جواز محن، معلش. ازاي يعني؟ مالك بقى؟ ازاي بكلمك انا مش ازاي؟ كتبتوا في عقد الجواز ان لم يسبق لك الزواج، ولا انت اتجوزت عليها في السر وبعدين طلقت ولا ما عملت؟ اتجوزتش عليها والله العظيم. يبقى اتجوزت قبلها؟ ولا قبلها وما اعرفوش. هو انت كده حلو يعني؟ امال ايه؟ انت مصدقه برضو؟ انت اصلا مش مظبوط، أصل وهطلع انت- ميتينك لما اقسم بالله ما اخليك نافع. اما نروح البيت ومش هرد عليكي عشان انت احنا في عبيط الشارع. ياد ولا انت في ايه؟ اتجننتي؟ اتجننت بالراحه يا اهدى على جماعه نفسك بس شوية. بالراحه عشان احنا صوتكم والقناه بس. انت هو هيرجع منفصل امتى؟ ايه؟ هيرجع منفصل امتى؟ احنا هنرجع خلاص. اتفضلي. لما نروح. اصل انت عندك انت حلو قابليه برضه. لتعدد الزوجات، انت لسه قايل كده من شويه. تمام. اصل يعني هو عليه ديون وعليه عفش، عليه واحده عندها عيال، هو بيصرف عليها. انت رحت فين؟ رحت عند اللي هي حماتك يعني؟ اللي هي حماتك. بتضحك صح؟ اللي هي حماتك. والله؟ وانا هروح عند امك برضه روح لها. عشان اشوف الغلط اللي انت غلطتيه فيه. يلا بينا. غلط طيب يلا بينا. اتفضلي. يلا ستاند باي، هنرجع. يلا بينا. 5 4 3 2 اتفضل. ورجعنا لكم تاني من الفاصل مع ألذ كابل محمد ومريم. رجعنا لكم تاني. قولوا لي بقى محمد، الانسان او الراجل عامه شايف ايه مكملات الرجوله؟ ايه الراجل الصح؟ ان هو بيكون يتجوز عنده. عليها. الراجل الصح اللي يشوف لقمة عيشه صح، اللي ينتبه لبيته، ما يفكرش في اي حاجه تانية. وانت ما انتبهتش ليه؟ ما انا منتبه ليكي. اه ايه اللي يا جماعه احنا تمام معلش. هنمنتج ده. كمل يا حبيبي. طب هنمنتج، احنا ستوب وهنمنتج ده. احنا هنسال، تمام. هناخد من اجابه استاذ محمد. يلا معلش. ماشي معلش يا استاذ احمد. يلا. ممكن بس الاستاذه توسع شويه، ترجع عند الكوشن اللي وراها دي. بالظبط، اللي ورا البقره. بالظبط. ماشي. بس انا هسمه. انا هسيبك خالص واخلص منك. هنشوف. يلا بينا. 5 4 3 2 اتفضل. ورجعنا لكم تاني من الفاصل وألذ كابل محمد ومريم. محمد، انت كراجل شعبي من مكان شعبي، يعني معنى الرجوله، شايف ايه مقومات الراجل الصح؟ الراجل الصح اللي هو يشتغل ويشوف بيته، ومن بيته لشغله، ومن شغله لبيته، ويشوف البيت ناقصه حاجه يجيبها، ما يقضيهاش في الهلس وفي الفضيان، عشان ما فيش اساسا واسع للكلام ده. زي كده يعني. طبعا زي زي كده كده مثل اعلى. طبعا لده. طبعا زي في ايه حضرتك؟ زي كده انت كمثل اللي انت انت بتقول ان انت محترم بتراعي وبتراعي بيتك أكل وبتراعي اكل عيشك وبتعمل ده كله. يا باشا. طيب انت شايف الراجل، لو انت في راجل قدامك وبتحترمه وبتقدره جدا، وفجاه حسيت ان هو كذب، تمام، او دارى او خاف او عمل حاجه، في فرق بين الخوف وفي فرق بينزل بين من الكذب. نظرك؟ في واحد بيخاف وفي واحد بيكذب. اللي بيكذب ده بينزل من نظري. بينزل من نظرك. اللي يكذب او اللي بيعمل حاجه وينكرها، او بيعمل لك انت خليك راجل قد كلامك وافعالك. تمام. فانت شايف ان الراجل لو مبقاش قد كلامه وافعاله وينزل من نظرك؟ ما اقولش حاجه، لو انا مش هقول حاجه ومش اوفي بيها ما اقولهاش. وانت طب لو رجع بيك الزمن تتجوز مريم تاني؟ هتجوزها مره واثنين وثلاثه. انا مش هتجوزه بقى. هتخسروا. ستوب يا جماعه، هتخسروا. يعني هتخسروا المسابقه. عادي. ما ينفعش.
معلش انا يعني ما موافقة احنا بصراحة. هنكت وهنرجع من سؤالها. معلش يا هو استاذ راجل موزع، اصل انا مش هقعد احب فيه، هو راجل موزع. معلش احنا على الهوا، على الهوا اتفضلي. عشان تكسب. مش اتفضلي. هناخد من اجابتك. لو رجع بيكي الزمن تاني تتجوزي استاذ محمد؟ اتجوزه. تتجوزي. طب حلو قوي. لو انتي بتختاري لبنتك في المستقبل زوج، تختاري لها كام في المية من مواصفات باباها؟ ولا حاجه. يا انت شايفه ان هو عظيم قوي كده فمش هتلاقي زيه طبعاً. تاني؟ كل حاجه مش هتكرر مرتين بقى. اه بس انت كده هتخسري. تمام. بتجرحي فيه وبتهنيه قدامنا على الكاميرا. ما هو موزع ما ينفعش. فلازم يتهزق. ما ينفعش الحاجات دي ممكن تتاخد. بدي تنزل. بالتهزيق لنفسه. خلاص ولو ما ما ينفعش. خلصتش يعني، خلاص لو ما خلصتش خلاص. يا جماعه ستوب، وقفوا الكاميرات. ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا حاجه زي دي ممكن تنزل تتسرب، تنزل هيبقى شكلكم مش حلو. عايز عشان يعرف ان راجل موزع ومالوش لازمه وبيروح ملوش يتجوز وعليه فلوس. انت مالك في ايه؟ يا جماعه ستوب مسمار معلش ممكن تجيبي بس ثواني. ماشي اوكي يا استاذه. فتؤمن بالله اصلا بضحك على منظرك عشان انت عبيط. اعمل بلوه داريها، ادفع الفلوس اللي عليك يا مهزأ كمان مديون. والله والله شوف هتعمل ايه بقى. سهل. ايوه ايه كمان يعني تشتي برطمه يا حبيبي؟ انت مهزأ، انت معكش عليكي لازمه، وطني. انت مهزأ بقولك ومعكش أنا ما اتجوزتش لازمه. عليكي. مين انت اللي ما اتجوزتش عليا؟ ما اتجوزتش تعالى عليك. امسح الرياله من على بقي بقى، تعالى امسحها من على بقي الرياله. خلاص طيب والله مين بقى دي؟ خلاص مين بقى دي؟ خلاص ما دي واحده انت واخدها من على الشارع، اتجوزها فتحك بقى، الشارع؟ فضحيتك بقى في الاخر بقى. والله. كان بتدافع عنها؟ انت عبيط ولا مالك؟ انت في ايه مالك؟ ماليش. صوتك ما يعلاش يا بت. هتعمل ايه يعني؟ انت عبيط؟ خلاص يا بت. هو ايه اللي خلاص؟ برضو. مالك؟ انت مالك متحوله هو ماله بيك؟ فيك انا ما اعرفوش. بجد والله العظيم؟ بجد والله؟ انت مالك فيك ايه؟ هصدق حاضر. اتحولتي ليه كده؟ معلش بس انا اتجوزت عليك. ما تعرفيش تتجوزي عليا. والله؟ والله. لا اروح اتجوز عرفي، مش برسم بقى، اروح اتجوز عرفي. والله ابقى رخيصه بقى عشان شويه. بقى يلا هتعمل ايه يعني؟ انت مش موجوده ما خالص. ارخص انت، ما ارخص بس ما انا عايزه بقى. انت مالك؟ انا رخيصه يا عم، انت مالك؟ خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ انت عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. اهدى على نفسك شويه. ما هديتش. اما نروح البيت هنشوف الكلام دوت. اهدى على نفسك شويه. وايه كمان يعني؟ اهدى على نفسك. ايوه ايه كمان؟ انت مالك اتحولتي ليه كده؟ يا عم انت مالك يا عم؟ مريم خلاص. يا عم انت مالك؟ خلاص. وايه اللي خلاص؟ مريم اهدي شويه. خلاص. ايه شويه عشان انتي كل ده الكاميرا دايره، ما ينفعش. ما في داهيه. ما هو هتتفتحوا، ما يتفضح. هتتفتحوا مش هينفع. انتوا كمان هتتفتحوا. لا انا رخيصه وهو راجل موزع وما عرفش يعمل اي حاجه فعادي. هيقلل منك انتي. ما مش الراجل مشكلة. لما يتجوز على مراته خلاص. هيقلل منها. انت ولو كده هتبقي. اتجوزت انت زعلانه ليه؟ زعلانه ليه؟ انت متجوزني ليه؟ انا اتجوزت. متجوزني ليه؟ انا مقصر معاكي في حاجه؟ انت متجوزني مقصر ليه؟ معاك في حاجة؟ متجوزني ليه؟ اصل انت عمال تقولي اتجوزت قلت لك مش متجوز. خلاص انا هروح اتجوز واروح مع واحد تاني واقول له انا اصلا مقصره معاك في ايه؟ الكلام ده في شرع مين ان شاء الله؟ انت مالك يا عم؟ لا شرع ما يا ينفعش، عم. ده مش شرع الدين. هنتجوز ازاي؟ ايه انت مالك بتتجوز فيه؟ على الراجل. مرفر مالكش دعوه. ايه؟ يا اما مرفر انا مالكش دعوه يا عم، انت مالك؟ لا ما ينفعش ازاي؟ الكلام ده. لا ما ينفعش الكلام ده خالص. ما لا ينفعش. ينفع. لا ما ازاي؟ ينفعش. ينفع. لا ما ينفعش ربنا الكلام ده. يحسدني مش هو. لا ازاي ايوه تقولي ربنا كده لجوزك؟ يحسدني مش هو. ازاي كده على تقولي كده نفسك. لجوزك؟ ما تكلمنيش كده تاني. دلوقتي راجل يعني؟ ما تكلمنيش كده انا تاني. راجل؟ لا راجل ما بره ينفعش وجوه. ما ينفعش. والله؟ اه ما ينفعش كده، ما ينفعش. ايدك دي بقى جنبك. يا مستعبط يا عم. لا. انت مالك؟ خلاص طيب اهدى على نفسك. هو ايه اللي خلاص يا عم؟ انت شغل العبط انت فيه ده. اهدى على يا نفسك. مريم ولا ما هديتش. اهدي. توريه رد فعل. مريم ما اهدي طيب. تافوريش قوي كده. ولو ما اتجوزت يعني تافوريش. عادي. معلش ما تافوريش. توريه رد ولو فعل. ما اتجوزت تافوريش، ما زعلانة تبقيش ليه؟ اوفر. ما تبقيش اوفر. ايه اللي مبقاش اوفر؟ ما تبقيش اوفر. يعني ايه مبقاش اوفر؟ يعني بالراحه كده. بالراحة؟ بعدين ما ينفعش تقولي كلام غلط. ما ينفعش تقولي ان انت تتجوزي عليه تصاحبي عليه. ما ينفعش ان ده كلام يتاخد طب يا عليكي. حبيبي اتجوزت عليا انت ليه؟ خاينة ما فيش يعني؟ بنت اصول أنا تعمل خاينة، كده. والله انا بنت كلب، انا بنت راجل مش دعوه. العيب مش عليك انت. العيب على اللي رباني او عيب على اللي جوزني واحد زباله زيك. وانا مش هرد عليك، طب هرد يا على اللي في حبيبي البيت يا عشان لو محترم. كسرتك دلوقتي ماشي في كبير يترد عليه. والله انت والكبير. والله. شو ابويا انت والكبير يا عم، انت مالك؟ ماشي يا حبيبي يا محترم يا جميل بهدوء اهو. كلمني يا ببقك حبيبتي بس. يا اتجوزت حبيبتي ليه؟ انت بتغلطي كتير قوي. بتغلطي في الاب وبتغلطي في عادي، البيت عادي، أنا وبتغلطي مش في هيفرق الدنيا. معايا. ما تافوريش. هو مهما كان الموضوع اللي حصل
ما ينفعش قصاده الغلط ده. لا اصل يعني هو قد ايه بيحترم الرجاله اللي بتصرف على بيتها ما ويحترم ينفعش. مراتاتها. ما أنا دلوقتي- ينفعش عمره ما يا يتجوز واحدة غير هو حبيبتي، ما بيحبها. ينفعش. انت كده هتخلي الناس كلها تقول هو له حق انه يتجوز عليها لان هي بتغلط فيه ولسانها طويل. انا ساعتها لا ما ينفعش وانت عايزة كده على النظام كل الناس دوت ما هتقول اتجوزش لسانها عليكي؟ طويل. انا اتجوز واحده ما تردش عليا الرد اللي انت رديت غلطت قبل عليا. كده؟ ماشي انا غلطت قبل كده؟ ماشي. ايه يعني ماشي؟ ما أنا ينفعش بقول الست ما ينفعش بتبين ترد وقت عليا. غضبها ان لازم تحترم الراجل مهما كان حتى لو طب ماشي هتطلق منه. باحترام هو انت دلوقتي انا حبيبي. حاسس دلوقتي انت الراجل وانا الست. ما ينفعش، عايز ايه يعني؟ انت مالك في ايه؟ ما ينفعش خالص، ما ينفعش. انت تمام انت تمام. ما ينفعش. بهدوء قوي يا حبيبي يا جميل. يا اللي قمر بتنقط عسل. يا سكر. انت حتى لو اتجوزت بتخلعيه في المحكمه حالا ما ينفعش تشتميه وتغلطي فيه، يعني لان كل واحد مالك في بيبقى ايه؟ نبذه عن بيته وعيلته اللي جاي منها، فانت بتغلطي بالفاظ حتى غلطتي في باباكي، مهما كان هو اهم من باباكي. سهله سهله. انا فازاي؟ لما اروح لباباها في ماشي البيت يا هشوفها محترم. هخليه يكسرها. كسرني ما ينفعش. كسر اللي جابوك وربنا يكسر اللي جابوك. انت عاوزاني اغلط فيهم عشان تروحوا تقولي لهم هو غلط فينا صح كده؟ والله. بص الكلام. طب هي دي يا الحريم. محترم ما يا انت ناس. كده عشان هتخلي- كده محترم. عشان انت كده كده هتخلي الناس تقول لا ان لا انا هو عشان كده انا هتجوز. انت كده هتخلي الناس يقول معاه حق ان هو انت اتجوز. اتجوزت. لا انا هتجوز. لا انت اتجوزت. انا هتجوز. لا اتجوزت. ما هو هتجوز. ما على فكره فكره مدينك يا معفن. هتجوز. يا معفن ده انت معفنة. مدينك. انا معفنه؟ انت معفنه. تقولي ولا ليه معفنه؟ عرفتني ان أنا انا وراكي. معفنه. يا حبيبتي انت كده هتخلي كل الناس والله. يقولوا حتى اللي موجودين معانا هنا في الاستوديو يقولوا معاه مالك حق يتجوز، دي لسانها طويل. خليه يتجوز عليا تاني وخليه يطلقني بقى عشان اصلا انا اخترت غلط. انت غلط. انت مريح. انت ما تشافيش. انا ما اتشافش والله. احنا أنا ممكن أصلاً ندخلك مشكلة. المحامي عادي يخلعك دخلي مفيش محامي. مشكله، دخلي محامي. بس ما ينفعش تغلطي كده. عشان احكي بقى القصه كلها بقى. شوفي بقى مين بقى اللي اتجوزها دي بقى وكان والله يا استاذ احمد، استاذ لا، ما أنا احمد، معرفش. استاذ انت احمد، مقرح. يعني ممكن تدخل لنا طيب حد يفصل بقى أنا يدخل محامي ويا ريت نكلم الاعداد بعد كده يا جماعه، يعني انترفيو للضيوف قبل ما يجوا بعد اذنكم. عشان احنا عالم زباله عشان هو زباله. احنا برنامج كان كاتيجري فنانين وكان كاتيجري ناس ايه كلاس، فاحنا كده وصلنا ان بنسمع الفاظ في الاستوديو، الفاظ. فما ينفعش يا جماعه، دي طب اسرار بس بيوت. كمان بقى. انا اسف دي أسرار لو بيوت. سببت في مشكله حقكم بطلي عليا. هري بقى. انا اسف. وده اعتبري ده سوء تفاهم وحلوا مشاكلكم بهدوء. يا ريت عشان والله. احنا خلصت. شوفي تعمل ايه. يعني انا غلطان؟ ده انا داخل اعمل معاكي واجب. واجب؟ شوف بس مدينة بكام بس الاول. انا ما اعرفوش بقول لك في وشه. طب اقول لك على حاجه بقى. انا عقابا ليه على كذبه انا ممكن اخلعك منه مجانا ومش هاخد منك جنيه اتعاب. تخلع منه والله راجل محترم. الله يخليكي. وربنا راجل مالك محترم. ايه اللي راجل جماعة انت في طلعت انا ما بقضية يا اعرفوش. أستاذ مالك وايه انا ايه؟ مالي يا عم انت عبيط. ما تهدي على نفسك يا بت. يا بت نعرفك. لا ما انت تعرفيش. دي المدام بتاعتي. انت أيوة. انا شفتك قبل كده. ايوه ما هي دي المدام بس أنا دي شفت- المدام اللي انا خلعتها. لا هي دي المدام بتاعتي انا ما اتجوزتش قبل سبحان كده. الله. انا شفتك قبل كده. انت متخيل ان المشكله دي كلها سببها 1000 جنيه؟ 1000 يعني انت جنيه. متخيل انت ان ليك انت عندك حاجه اللي انت محطوط فيه ده بسبب 1000 جنيه؟ ينفع يا عم الاول يا عم انت ما تعليش عبيط. صوتك وانا بتكلم معاه. ما تزيدش بقى. ايدك دي جنبك ما كده. تزيدش. ايدك دي جنبك كده ما كده. تزيدش بقى انت بجد. تعرفني؟ هو انت كان عليك حكم سنه المفروض كمان حكم سنه يا بتجديد استاذه. منقولات حكم وكده. سنه ايه يا استاذه؟ وطلعته منه وبدد عليا انا في انا ما 1000 جنيه. دخلتش يا تخيل. باشا اسمي قبل كده. يعني هو سرق العفش بتاع مراته. طب دي المنقولات بقول لك. المنقولات زوجيه. 25000 جنيه. عنده عيال بقى ولا لا؟ لا دي اسرار من الموكلين ما اقدرش اتكلم فيها. اسرار موكلين. انت والموكلين. انت معايا ولا معايا؟ في انا بقول لك إيه؟ انا ما بتتكلم اعرفوش. كده ليه؟ يا جماعه لا ما انا ممكن هو احبسها على فكره. انا ما اعرفوش. انا ممكن احبسها. بصراحة يا أنا هطلب جماعة. لها الامن. يلا حلال عليك. انا هطلب الامن. حلال عليكي. لا يا استاذ احمد بعد عشان انت اذنك مش لو محترمة. سمحت ينفع احنا خلاص؟ مليون مره نقول مش ان محترمة. الحلقات اللي بتصور بالليل نبقى عاملين انترفيو للضيوف. اتفضل. نقوا ضيوفكم مش كده. او انت احنا عايزه ايه يعني؟ حبيبتي البرنامج ده اسم البرنامج ده قاعد فيه فنانين، فالالفاظ اللي عمالين فنانين؟ نسمعها الالفاظ اللي عمالين نسمعها والشتايم والحاجات اللي عمالين نسمعها فنانين دي. بتدخل محامي بيفتح موكلين ان هو قد ايه متجوز. سبحان الله طلع عارفه وطلع متجوز. طب ما هو جوزك معرفوش. بقى هو اللي عليه قضايا بقى وبيسرق ما العفش اعرفوش. وبيسرق ما الفلوس، اعرفوش. اعمل لك ايه ما بقى؟ اعرفوش. ما انت اللي ما سالتيش عليه في شرعه قبل ما تتجوزيه. وايه كمان؟ ما يلا نقوم بقى. وين الحلقه اللي مالهاش لازمه دي وخلاص. ما هي لازم ننهي بس انتوا جيتوا خلاص، هو خد فلوس فانتوا لازم تصوروا الاخر. انت خدت كمان فلوس؟ طب فانتوا لازم تصوروا الاخر. فلوس ايه؟ بينكر اصلا حوار الفلوس. لا ما ينكر بقى براحته، هو حر. انت كده كده المحامي ماضي اداله ب على 1000 جنيه عليه قضيه. مش هيضايقكم انتوا؟ ما اعرفوش. ما تعرفوش. انت تصدقني؟ اذا كان انت كان عليك حكم سنه ما هو انت سهل. مالكش لازمه. انا عليا حكم سنه زي ما محمد بيقول. او طلعك ترد منه عليا. هو منقولات. هيكدب عليك؟ ايه؟ هو هيتبلى عليك؟ هو انت نايمه في بيت تاني وانا ما يا اعرفش؟ عم انا في بيتي انام فيه. يا عم أنا انت بسألك- مالك؟ انا بسألك. زنان في الشارع. هو أنا المحامي بسألك عرف انت. منين ان رقمك اخره 37 موبايل؟ والنوع من الطلبيه.
وانك شمع ده طلبيه اسمه محمد. وان اسمك محمد، اصل مش ممكن كل ده طلبيه ومحمد ورقمك اخره 37. ما إيه؟ خدش بالي منه. ما هو احنا ممكن وانتوا خلصتوا؟ بسهوله جدا مع امن المدينه قبل ما تطلع من الباب نسال اذا كان عليك حكم سنه ولا لا، وانا عارف ساعتها اذا كان هو كذاب ولا صادق سبحان الله. على الكمبيوتر. اتفضلي اكشفي. فيعني شكلك هيبقى وحش قوي. عادي يا باشا لو انا بكذب. ما انتوا جايبين ضيوف سوابق، يعني الاعداد لازم انت عايزة ايه يتجازى. يعني؟ ما ينفعش. هو عارف انه عليه احكام، ما يجيش مكان زي ده. احكام ايه يا استاذه؟ مش عليك حكم سنه، مش حكم سنة رقمك ايه؟ اخره 37. رقم ايه يا استاذه؟ رقم موبايلك اخره رقم امك 37. اخر 37. اهدي يا بت شويه. هتزيد؟ اهدي شويه. هتزيد؟ اهدي شويه. والله؟ انت مالك نار ليه كده؟ نعم. تعالي لو سمحت يا اسماء. تعالي بس ثواني. كلمي الاستاذ عشان ما ماشي يا يعيطش. استاذ احمد. اه ايه قوم نروح. انا مش مروح. قوم نروح. انا مش هروح. قوم نروح. مش هروح. لا ما تهزرش. تصدقي المحامي انت نايمه في حضني. انام في حضن مين؟ انا في حضن زباله، صندوق زباله مرمي على السرير كده اهو. اهدي على نفسك طيب. لا تقلك عرق. اهدي. اهدي مالك يا بنبنايه؟ والله العظيم اطلع ميتين اهلك، والله العظيم اهل دول مخليني نافعين. والله انتوا عيله اصلا. انت عيله بنت. بنت شبه عشان عيلتك. لو عيله نظيفه كانت جابت واحده نظيفه. واحده نظيفه. ما انا زباله عشان اتجوز واحد زباله زيك. ماشي. ازاي بتجوز الزباله اللي شبهه؟ ماشي سهل. مين بقى انت اتجوزتها دي؟ ايه؟ مين بقى انت اتجوزتها دي؟ وينفع ان انا اتجوز عليكي؟ اه عشان طيب. انت ينفع؟ انت راجل. ينفع ابص لحد غيرك؟ اه عشان انت راجل. برضه؟ ينفع نخلص؟ بعد اذنك يعني. طب يا ريت بس جاوبوا يعني اجابات تنفع حتى على الاقل يعني للحلقه عشان نروح، عشان اتفضلي. خلاص عشان هو واخد فلوس زي اتفضلي. ما قلت لك. واخد فلوس واخد السم الهادي ان شاء الله. تدفعيه ان شاء الله. طب ايه هتفضلوا تشتموا في بعض وما نصورش؟ لا طبعا اتفضلي. اتفضلي عشان نروح بيتنا. يلا امم يلا يا استاذ احمد خلينا نخلص بقى. يلا بينا. يلا يا اسماء يا ريت نختم الحلقه. يا ريت. اختمها. اختم الاخره. 5 4 3 2 اتفضلي. ورجعنا لكم تاني من الفاصل الاخير من برنامج فري تايم على ذا كابل. محمد ومريم منورنا. نورك يا استاذ. شايفين مستقبلكم في الجواز بعد كام سنه ايه؟ شايفين نفسكم يعني زي السؤال اللطيف بتاع الاتش ار، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ ده لو بقينا سوا ان شاء الله تبقوا مع يا بنتي يا حبيبتي والله ما طب انتوا يعني جايين ليه طيب؟ معلش. ما لازم تجاوبي اجابات يعني تعالي على نفسك بقى، صوري نفسك ليمونه 5 ثواني دول. لا ما فيش. عايزه انجز، عايزين نروح، فهم سؤالين وروحي. عصير اعملي في اللي انت عايزاه. اتفضلي. عصير الليمون. شايفين نفسكم فين بعد 5 سنين زي الاتش ار دايما لما بيقول؟ شايف نفسك فين بعد 5 سنين من الجواز يا محمد؟ شايف الحياه حلوه. شايفين نفسكم ايه؟ شايف انت ومريم بيتكم احنا شكل إيه؟ 100 100 واحسن ناس. ما ندمتيش ان انت سبتي شغل او ما بتشتغليش وقاعده في البيت كزوجه لجوزك وبتراعي بيتك، ولا حاسه ان محمد لا خلاكي مش حاسه بالندم ده؟ لا عايزه، انا لو عايزه اشتغل هشتغل. ما ينفعش يا استاذه اللي عندنا، ما ينفعش الست تشتغل. ليه؟ لا انا اتجوزت تمام، انا مسؤول ان انا اصرف على بيتي اكفي بيتي. طب لو مريم قالت لك انا عايزه اشتغل؟ ما ينفعش تشتغل. ما ينفعش ليه؟ ما تشتغليش. ليه ان شاء الله؟ الكلام ده كان عند ابوك وامك. وما اريح لهم تاني. لما تروحي لهم بقى بروح اشتغلي. تروح لهم زياره؟ هزورهم كل ان شاء الله أسبوع. هتروح مش هتيجي. طب انت مريم محمد عايزين تقولوا حاجه تاني؟ ميرسي. عايزين نقول ان احنا شرفنا بحضرتك. واحنا كمان اتشرفت بيكم. تمام، واحنا كمان اتشرفنا بمحمد ومريم جدا، نتمنى لهم حياه زوجيه سعيده، ونتمنى ان انتوا تصوتوا لهم وياخدوا اعلى اصوات ويكسبوا. شكرا. ينفع يلا؟ ثواني بس، انتوا دلوقتي هتتطلقوا ولا هتتصالحوا؟ عشان انت انا مالك؟ عشان لو في مصلحه انت اعملها. مالك انت يا ليه عم؟ دخلك عشان تاني اللي يا انت أستاذ؟ مالك. انا اولى بيها. انت ليه معلش. دخلك تاني أنا يا أولى استاذ؟ بالمصلحة انت دي. يا استاذ انا ما اعرفكش ليه ليه دخلك اولى تاني؟ بيها ايه؟ يعني لو ما في هي مش مصلحه. هتوكلك اكيد انت وهي، وكلت لا لا، مرات انت هتوكلني وكلت. على الاقل تغطي ال 1000 جنيه اللي انا عايزها منه. 1000 جنيه برضه؟ انت أيوة. باين عليك ما انت نصاب. لو كنت دفعت ال 1000 جنيه هو نصاب. 1000 جنيه معاك ايه؟ صوره بطاقته يا استاذ؟ لا مش معايا. امال معاك ايه؟ طب ما يثبت ايه اللي يعني. يثبت يا باشا؟ معايا التوكيل. ايه اللي يثبت؟ توكيل القضايا؟ توكيل. هات اثبات يا باشا. تمام. انا ما اعرفكش، بس انا اعرفك. بس انت وقعتني بيني وبين المدام على فكره. ما انا اعرفك وانا من ما نص اخدش ساعة. بالي منك. انا اعرفه من نص ساعه على فكره. واحنا كمان نعرفه من نص ساعه. يعني ايه؟ يعني عاملين فيكم مقلب. امم دي حقيقه على فكره. اسلام مش محامي، اسلام ممثل معانا، واحنا كنا قاعدين بنتفرج عليكم وعاملين فيكم مقلب.
وهو اللي عامل فيكي المقلب. على فكره هو متفق معانا. هو متفق معانا عليك. بس هو كان قاصد هو مش يهزر تاني يعني. فعلا. باي باي.